في أعماق المحيطات الباردة، تحديدا في المياه الجنوبية القريبة من القارة القطبية الجنوبية، ظهرت إشاعات عن وجود مخلوق غامض اسمه نينجان. الكائن اللي اتقال إن طوله بيبلغ أكتر من 20 متر وبياخد هيئة شبه البشر. الكائن ده اتحول لظاهرة في اليابان بين مصدق ومشكك، وبيظهر النينجان في روايات البحارة اليابانيين. بيتقال إن جسمه أبيض ضخم وعنده أطراف ووش شبه الإنسان، وبيثير الرعب بسبب حجمه وغموضه. القصة بدأت من تقارير غير رسمية، واتضخم الموضوع بسبب الإنترنت، وتحديدا من المواقع اللي بتهتم بالظواهر الخارقة. ومفيش دليل علمي لحد النهاردة، بس بيفضل النينجان من أكتر المخلوقات الغامضة اللي أثارت الفضول في الثقافة اليابانية والعالمية. طب إيه حكاية النينجان ده؟ ده حقيقة ولا خيال؟ بدأت قصة نينجان في أوائل الألفية الجديدة. ناس بتستخدم الإنترنت في اليابان ادوا شهادات لبعض البحارة والعاملين على سفن الأبحاث اليابانية. اتقال إن هم شافوا مخلوق أبيض ضخم شبه الإنسان بيطفو على سطح المحيط المتجمد الجنوبي، في المكان اللي بتنخفض درجات الحرارة وبيصعب الوصول ليه. وبتصف الروايات نينجان بإنه كائن بحري ضخم طوله بيصل ل20 أو 30 متر، بلون أبيض ناصع، بيتميز بوش شبه البشر وأحيانا أطراف شبه الإيدين والرجلين، وبيقولوا أحيانا بيبقى عنده ديل حوتي. وبعض الشهادات بتقول إن عنده زعانف، وبيأكدوا إن عنده عيون وبق شبه البشر. لحد دلوقتي مفيش صور ولا تسجيلات فيديو موثقة علميا بتأكد وجود نينجان. بتقول بعض التفسيرات العلمية إن الناس ممكن خلطوا بينه وبين حيتان ضخمة أو كائنات بحرية زي الحبار العملاق. كمان الظروف البيئية القاسية في المحيط المتجمد بتخلي الرؤية صعبة، وده بيفتح المجال للخيال والتفسير الغلط. نينجان مش مجرد ظاهرة انترنت عادية، لا ده بقى أيقونة ثقافية ظهرت رسومه في الأنمي الياباني، واتنقلته صفحات التواصل الاجتماعي، وكمان ساهم الاهتمام الشعبي في تعزيز غموضه وانتشاره في الإعلام الياباني والعالمي. واللي بيميزه عن الكائنات الأسطورية التانية إن ده طلع جديد واتضخم بسبب قوة الإنترنت، وما عندوش جذور أسطورية قديمة، ده بيعتمد على شهادات مش موثوق منها. وده مثال واضح إن إزاي يمكن الخيال الجمعي إنه يصنع أسطورة جديدة في العصر الرقمي. إنجام ممكن ما يكونش غير خيال بحري، بس بيمثل حاجة الإنسان المستمر لاكتشاف المجهول وتفسير غير المجهول. ورغم غياب الأدلة هيفضل شاغل خيال الناس وفتح الباب قصاد تساؤلات ما بتخلص. وهل احنا لوحدنا في أعماق الكوكب المائي ده ولا لأ؟ بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة عشان يجيلك كل جديد. سلام.